بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من شهرين فاتوا. طبعا النهارده احنا في اول مره نعمل فيديو السنه دي او الشهر ده في رمضان. طبعا اخدها بقى. ايه لا طبعا ما تاخدهاش، انا عاوزاه. زي ما انتم شايفين معايا ام احمد نزلت بالفعل على طول، يعني مباشر كده من غير اي مقدمات. بصوا زينة رمضان بتاع السنه دي اهي. كل سنه وانتم طيبين. معلقناش مع بعض الزينه لان طبعا بقينا معلقها بالليل مش بالنهار. ام احمد جايه تشوف الكرنب، عايزه تعمل محشي ولا ايه مش عارفين. بس انا لقيتها نزلت يعني كده فجاه، فقلت اشوفها بتعمل ايه. التوم بيتقل. احنا في شهر كام؟ معقول. شهر 4 بس الاحمر اتقل كده حلو. طبعا كانت بتبص على الكرنب بتشوفه عامل ايه، لقيت الكرنب زرع. دلوقتي الوقت اللي احنا فيه ده الكرنب بيزرع. ده البلدي. في طبعا في نوع تاني مزروع. لسه بقى النهارده ايه المفروض الاسبوع ده نعمل منه محشي. تمام. هنعمل يوم الخميس محشي. وانتي قعدتي ليه؟ بشوف راس التوم قد ايه. لا ما تقطعهاش، حرام عليكي. هما قد ايه؟ لا اله الا الله، يعني ما هينجنيش راس توم. قومي يلي. تعالى لما نروح نشوف البصل دق ولا لا. هنروح بقى نشوف البصل اخباره ايه. زي ما انتوا شايفين معايا طبعا البصل اتزرع اهو ما شاء الله عليه. بصوا ده البصل. ايه وده التوم خلاص صح. هيتقلع قبل البصل. البصل هي ده بيتقلع في شهر 5. يعني احنا ايه لا متأخر كمان، احنا زارعينه واخر. لا لسه هيتقلع في شهر بعد 4 أشهر. هيتقلع في ميعاده يعني. هو البصل عامة بيتقلع في شهر 4 مش شهر 5. في ناس بتقلعه في 5 بس هو بيكتر ويبدأ يجي من الجبل والأماكن اللي زي دي. بيجي في شهر 4. طبعا البصل السنة دي مغليش وما شاء الله متواجد في الأسواق. والثوم ما شاء الله عليه اهو. طبعا زي ما انتم شايفين معايا القمح او الغله اتزرعت وكبرت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اللي مزروع على قنايه الفحل مزروع بحلو ازاي. تعالي كده شوف الخطين دول. طبعا زي ما انتم شايفين برضو لما يكون الفلاح عنده الارض هيزرعها القمح او الغله زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها كده. وحابب ان هو يزرع حاجه تبقى عنده. على فكره ده توم بلدي مش التوم اللي هو الاحمر ده. لا في وفي اتزرع على الشط كده، عارفين شط البحر زي شط البحر. فده اتزرع على القنايه. الميه بتمشي من النص كده من هنا زي ما انتم شايفين معايا. القنايه مفحوطه اهي او معموله. ام احمد قاعده فيها ومزروعه على الناحيتين التوم. ده برضو الفلاح بيستغل الأماكن اللي هي فاضية في زراعة احتياجاته زي ما قلنا قبل كده. طبعا احنا قلنا نعمل جولة كده سريعة مع بعض. طبعا أم أحمد بتقول لكم إن القمح نزلت فيه الروح. يعني إيه نزلت فيه الروح؟ أنا سمعتها بتقول كده، يعني هو كده يعني ما هو مش فيه روح من بداية الزرعة. لا طب حباية كاملة اهي. رص يعني زي الذره كده اما بيجي عليه وقت ونقول هو الذره رص يعني عمل حب والكلام ده كله. بصوا اهي ما شاء الله حبايه كامله وشكلها حلو ازاي. هي فين دي؟ شايفينها صغيره وجميله. بس حلو يعني يفضل لها كمان شربتين الميه وتتشال وتنضم. لحقنا. كل سنه وانت طيبه. انت طيب. ده هي فات منها شوربه عشان الهواء والله. طب كويس كده حلو عشان ما ترقدش. بس يا بقى الجيران بقى رووا والغله رقدت بحالها. طبعا الغله لما يبقى فيه هوا ما ينفعش ان هي تتروي لاني بترقد على طول مهما كانت في وقت
الزراعة بتاعتها او يعني تبقى شديدة زي دلوقتي كده، برضو بترقد الهواء لو في هواء، والغلة او القمح المزروع اتروى الهواء بيرقده. ما شاء الله جميل. اللهم صل على النبي. ربنا ما شاء الله. يبارك فيها. الواد عمر بيبص. بصي يلا. يلا طبعا بقالنا كتير الغله بتاع قوي الجيران راقده بحالها والله. تعالوا يلا ما نشوف الغله بتاعت الجيران اللي هي رقدت من الهوا لما اتروت. بصوا بقى احنا في اتجاه الشمس، مش عارفه الارض هتبان ولا لا. الارض بتاعت القمح رقدت بحالها زي ما انتوا شايفين كده. انا مش قادره انزل لان الارض مرويه. ايه بصوا راقده خالص والله القاصه من الهوا. والله القاصه بقى. ام احمد قاعده تقعد بقى. يا قلبي كان نفسها تمص قصم. ده نيش. ايوه ما هو ميعاده عد. انا مش عارفه اللي عندنا عامل ايه. هينشف هينشف بجد. والله هينشف. إيه اشيله؟ اشيليه عشان يطلع زي دوت، يبقى في نفس التوقيت بتاع الشتاء. لكن ايه ده؟ جد فؤاد بيحش البرسيم، ما يلا نروح. يلا ايه يلا يا جماعه نروح نشوف جد فؤاد. ام احمد عايزه تروح تشوف جد فؤاد. هنوريكم جد فؤاد في رمضان وهو صايم. بصوا بقى جد فؤاد في رمضان حاطط الهاند فري في ودانه وبيحش البرسيم. هات لي حد كده ما يحسش بتاع العصير. يلا يا جد فؤاد قول لهم كل سنه وانتم طيبين عشان احنا في رمضان. المتابعين بتوعك بيسالوا عليك. كل سنه وهم طيبين وعود الايام عليهم بخير. بص الست ام احمد قاعده تحش البرسيم. ست ام احمد ديت يبارك لها في عيالها يا رب. بصوا جد فؤاد ما صدق هيروح يلم البرسيم وسابها تحش البرسيم. هو حشني حش البرسيم. بقالنا يجي شهرين يعني كل شهرين نعمل واحد كده مش فاضيه بقى يا عم فؤاد، انا اتشغلت على الاخر. مشغوله. انت بقى مشغوله وفاضيه. هي دي ولا فاضيه ومشغوله؟ الاتنين مع بعض. مش ده اللي هناك ده عمك ايمن؟ والله. وما انت مش باينه ليه من البرسيم؟ والله انت اللي قصيره. قصيره صغيره يا اختي. بصوا الست ام احمد وشطارتها بتحش البرسيم في رمضان. ليه بتجهزي الفطار؟ ايوه بتجهز الفطار والعشاء. هم فاكريني بتريق، فاكريني مش بتكلم بجد. هو مين اللي عند بيتنا ده؟ جمال ده؟ بتحط على ايه يا جماعه؟ ايه؟ بتحط على ايه؟ مين دول؟ مين دول؟ اللي بتحط عندكم دول. ايه؟ اللي بتحط عند جماعتكم دول. هاتوا فرحت. ده بالضرع اهو. اعملوا ماسوره الميه. يلا يا ام احمد. اعملوا ماسوره الميه. هيوصلوا ميه؟ هم كانوا موصلين ايه؟ غاز. كانوا موصلين غاز قبل كده. شوكولاته يا جد فؤاد. احنا عايزين نشوف وشك الجميل يا امه. تسلمي لي يا غالي. تسلمي لي يا اختي. ام احمد ركزت على ركبتها. ايوه وعندها نشاط وحماس زايد. بصوا جدكم فؤاد وريهم الهاند فري يا جد وتطور الفلاح. جدكم فؤاد جايب هاند فري يا جماعه، وهو بقى بيتسلى كده وهو بيحش البرسيم. وهو اهو وريهم الهاند فري. اقول لهم ايه؟ اهو ما هو في رقبتك. الفلاح متطور، مش معنى ان هو فلاح ان هو خلاص يعني. ياسين التوامي بيسمع ياسين اهو. بصوا بيحط الهاند فري في ودانه. اهو. وريتهم الغله اللي بعد دي. ايه؟ وريت لهم امشير الحصومات. امال القمح ده عامل كده ليه ولا هو ده لسه واخر ده؟ متاخر. لما كان فاصوليا ده. ايوه صح. والبطاطس يا جماعه في لسه عروه
في عروة بطاطس تانية ما اتقلعتش اهي، بطاطس ما اتقطعتش. بصوا ام احمد ما شاء الله عليك يا ام احمد. طبعا يا جماعه ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسوش ام احمد باللايك وهي قاعده بصي اهي مبتسمه وهي قاعده كده بص تعبت على الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.